راجل كان اسمه ابن جدعان، اغلى حاجه كان بيمتلكها ناقه، تصدق بيها على جاره الفقير ابو السبع بنات ياكلوا ويشربوا من لبنها. حل الصيف بجفافه ويخرج ابن جدعان بابنائه الثلاثه مع البدو بحثا عن الماء في دحول الصحراء. دخل في واحده منها عشان يجيب ميه، تاه جواها ومعرفش يخرج. ينتظروه اولاده باليوم والاثنين والثلاثه، لكن لا حس ولا خبر، ييأسوا ويتيقنوا انه مات. يرجعوا بيتهم ويقسموا الميراث بينهم ويفكروا من الابن الوسطاني بالناقه اللي عند جارهم اللي تصدق بيها الاب، ياخدوا له بدلها بعير اجرب ويطلبوا من جارهم ناقه والدهم ويهددوا. هيقول لهم هشتكيكم للاب، يقولوا له دخل دحل في الصحراء ومات. يقول لهم تعالوا وروني المكان وخدوا الناقه والبعير بتوعكم ومش عايز منكم حاجه. وصل للمكان واشعل شعله ونزل الدحل وتوغل فيه لغايه ما سمع انين الرجل اللي بقاله اسبوع. وصل ليه وشاله للخارج وخده على بيته واسعفه وترد الحياه لابن جدعان تاني. يساله الراجل انت ازاي عشت المده دي كلها؟ بعد 3 ايام فقدت الامل وسلمت امري لله. وإذ بيا احس التدفق على لساني ويكون اناء لبن في الظلام كان بيرويني كل يوم 3 مرات ومعرفش بيجي منين. لكن الغريب انه انقطع من يومين. يبكي جاره ويبلغه بان سبب فعل اولاده.